يا مساء الفل عليكم. النهاردة بعد الشغل جات لي مكالمتين، أنا كنت مروّحة مودي ما كانش كويس. الاتنين هُم 2 أصدقائي والاتنين قريبين لقلبي جدًا. المكالمة الأولانية أول ما قُلت ألو اتقال لي: "مالِك، مال صوتِك؟" الحقيقة رغم إن أنا كنت متضايقة جدًا إلا إني فرحت جدًا. فرحت إنه في حد سمع صوتي وعرف إن أنا متضايقة، وخصوصًا في الوقت ده، خصوصًا إنه المكالمة جات في وقت أنا أصلًا متضايقة فيه. المكالمة التانية بعدها ب4 ساعات، برضه كنت متضايقة. فاتقال لي: "ألو، إزيِك، عاملة إيه، أخبارِك إيه؟" والمكالمة عدِّت smoothly جدًا، ولا كأن في حاجة. مش بالوم على الشخصية التانية، بس اتعلم كده في حياتك إن مش كل الناس هتفهمك، مش كل الناس هتفهم صوتك، مش كل الناس هتفهم أنت إمتى متضايق وإمتى مش متضايق، مش كل الناس هتحس بيك، مش كل الناس مؤهلة إنها تفهم مودك، مش كل الناس في حياتك موجودين علشان يsupport الألم أو التعب أو الوقت اللي أنت فيه تعبان فيه. مش كل الناس، دي مش وظيفة كل الناس، بس وظيفة ناس معينة. يا بخت اللي يملك ناس في حياته تبقى support، يا بخت اللي يملك ناس في حياته بتقول له أنا معاك وأنا جنبك، وأنا باساندك، أنا بافهمك، أنت غالي عندي حتى لو بالكلام. الكلام ده بيفرق جدًا معانا، وحلو إن إحنا نحتفظ بالعلاقات دي. أرجوكم احتفظوا بالصداقات دي وما تستغنوش عنها بسرعة.